وده كده شكل بودرة الكافي ميكس، وصبيت كوبايتين، واحدة من اللي هو الكافي ميكس الجاهز، وواحدة من البودرة اللي احنا عملناه. تعالوا بقى مع بعض اما نشوف المقادير بتاعتنا ايه ونعمله مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم جميعا؟ عاملين ايه متابعيني الكرام؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة هعمل معاكم بودرة الكوفي ميكس في البيت بطريقة سهلة جدا وبسيطة. مقاديرنا هنا نص كوباية سكر بودرة، نص كوباية لبن بودرة، وهنا ربع كوباية نسكافيه اللي هي الكيس ده طحناه بمطحنة التوابل. تمام، هو يعتبر 18 جرام. وعندي هنا ده شانتيه او دريم ويف، يعني المتاح عندك. هنجيب بقى هنا طبق فاضي وهنضيف كل المكونات بتاعتنا فيه، وابدأ ان انا اقلبهم. هنزل كده باللبن البودرة على السكر، وبعد كده هنزل بالنسكافيه واقلبهم. طبعا ممكن ما نقلبوش بالمعلقة، تحطيهم في مطحنة التوابل وتضربيهم ضربتين، ان احنا نخلط يعني ايه المكونات مع بعضها. هقلب كده بالشكل ده، وبعد كده هغلي مية سخنة في الكتل. طبعا الكمية دي هتعمل معاكي اكتر من اللوزرف اللي هي في العلبة بتاعت الكوفي ميكس الجاهز. تمام. هنزل بقى كده بالشانتيه بتاعي الظرف كله. لو مش حابة تضيفي شانتيه براحتك، بس الشانتيه دوت بديل مبيد القهوة اللي هو بيبقى في الكوفي ميكس الجاهز. اقلب كده الخليط بتاعي كويس قوي علشان اتأكد ان كل المكونات كلها دخلت في بعضها، وهحطهم في مطحنة التوابل علشان حاسة ان في حبيبات كده، فانا هطحنهم تاني علشان ايه يبقى كله ناعم خالص معايا. هضربهم في الخلاط وهرجع لكم تاني. ده شكل كده الخليط اهو بعد ما طحناه. خلاص كده انا ضربت الكمية كلها بالشكل ده، وهبدأ ان انا بقى ايه اجيب بطرمان عندي ناشف وميبقاش فيه مية ولا حاجة، وابدأ ان انا احط فيه الخليط بتاعي. بص شكله بالظبط، يعني ما تفرقهوش عن الجاهز خالص. هعبي بقى كده الكوفي ميكس. طبعا الظرف معياره معلقتين صغيرين، اللي هما معلقتين الشاي، عشان لما تيجي تعملي مثلا كوباية او مج. الظرف بتاع الكوفي ميكس الجاهز معياره معلقتين صغيرين من الكوفي ميكس اللي احنا عملناه. والسكر طبعا اختياري، يعني حابة مثلا السكر عايزاه زيادة بتضيفي. هو اصلا محطوط له سكر. خلاص كده انا حطيت الكمية كلها في البطرمان زي ما حضراتكم شايفين. هغلي بقى مية في الكتل، وهحط الكوبايات ونعمله مع بعض ونجربه. دي الكمية كده اللي احنا عملناها مع بعض. هاخد بقى ظرف كوفي ميكس، هحطه في كوباية، والكوباية التانية هضيف فيها معلقتين من الكوفي ميكس اللي احنا عملناه. وطبعا هضيف السكر. احنا بنحب نحط له معلقتين من السكر على الكوباية. طبعا اللي مش حابب سكر عادي، اللي حابب يزود عن المعلقتين برضو. كل واحد حسب ما ايه ما بيشرب المشروب بتاعه. عيرت معاكم هنا كده هو الظرف اهو بالشكل ده. دول كده يعتبر معلقتين ايه صغيرين. تمام. احط بقى في الكوباية التانية معلقتين من الكوفي ميكس اللي احنا عملناه بالشكل ده كده اهو. كده معلقتين اهو. يبقى الكوباية اللي على اليمين الظرف، والكوباية اللي على الشمال الايه اللي احنا عملناه. هضيف بقى السكر، وهغلي المية، وهروح ايه صب الكوبايتين، ونشوف الطعم بتاع الكوفي ميكس عامل ازاي. نزلت بالمية كده على الكوفي ميكس اهو.
دي الكوباية اللي فيها الظرف، ودي الكوباية اللي احنا عملنا. هنقلب بقى كده الكوبايتين بالشكل ده كده، ونستنى اما يهدى ونقدمه. طبعا الطعم مش نفس الظرف بالظبط، يعني ايه، مختلف حاجة بسيطة، بس يعتبر مقبول وصحي عن الظرف. بتمنى تكون الطريقة عجبتكم وتجربوها. لو أول مرة بتشوفيني ما تنسيش تشتركي وتفعلي الجرس علشان تتابعيني أول بأول ويوصلك كل جديد أنا بعمله. في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.